هاعمل محشي كوسة وفلفل وبتنجان في قلب حلة الرز، ودي كانت تجربة لأول مرة. حطيت فيها المحشي وحطيت لها الشوربة بتاعتي، طبعا الشوربة بتتحط باردة، سواء بتحطيها للرز أو أي حاجة بتحطي فيها المية أو الشوربة لازم تكون باردة. حطيتها وقُلت إن أنا هاجرّب كمان الفراخ فيها، رُحت حاطة المصفى بقى، أنتِ تقدري تحطي طبعًا خضار وتحطي فراخ وتحطي كلّه، لكن أنا هنا كنت مديّة الفراخ الأول صدمة كده على النار، يعني اديتها تشويحة على النار عشان كنت فاكراها إن هي مش هتستوي، وكانوا وركين للتجربة وحطيتهم وأبهرتني بصراحة إن المحشي والفراخ في نفس الوقت استووا وزي الفل، كده تقدري تسوي أكلتين في نفس الحلة في نفس الوقت. بُصّوا المحشي بيبقبق إزاي وبيغلي زي الفل واستوى وخد تقريبًا بالضبط ساعة إلّا 10 دقايق. بُصّوا هنا المحشي مستوي تمامًا والكوسة والبتنجان والفلفل الفرخة استوت تمامًا ومش محتاجة إن أنا أدّيها على النار تاني، هاحطها على طول